ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش يا جماعة بقى تحطوا لايكات كتير للفيديو ده، عشان بجد الفيديو ده يعني يستاهل لايكات كتير. شايفين طبعا انتوا قدامكم الحلويات دي، اللي هو الفايش الصعيدي على اصوله. يعني فايش صعيدي بجد، يعني روعة. طريقة حصرية وجميلة ومش هتلاقيها على اليوتيوب خالص. يعني بصراحة جميلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين قدامكم الحلويات دي. ولو انتوا حابين طبعا اعمل لكم الخميرة والعجين وكل حاجة على القناة، عايزة منكم في تعليقات كتير، وتشجعوني بقى ان احنا نعمل الخميرة ونعمل الكلام ده كله مع بعض. فانتوا شايفين طبعا الكحك، والله العظيم يا جماعة بجد يستاهل، جميل جدا. عامل كده زي النايتي من جوه، ولا الطعم روعة. شايفين شكله حلو ازاي؟ لو انتوا عايزين طبعا مرحلة الخميرة والتخمير وكل حاجة على القناة، انا هعملكم كل الكلام ده كله. بصراحة انا مكنتش ناوي اصور الفيديو ده، بس انا يعني صورت على خلاص، يعني بعد ما قطعنا الكحك واختمر ورميناه والكلام ده كله. بصراحة حبيت اوريكم الحلويات دي عشان تشجعوا كده والكل يعمل معايا طريقين. شايفين الجمال؟ والله العظيم نايت يا جماعة، طعمه جميل جدا، تحفة. يستاهل بجد انكم تجربوه. بس انا عايزه تشجيع منكم ولايكات كتير عشان نعمل الطريقه دي مع بعض. كده احنا كنا خلاص، الكحك استوى وطلعناه وفصصناه من بعضه. ودي مرحله بقى التحميص. على طول اول ما بتطلع من الفرن بتستنيه يبرد كده شويه، تقلبيه على الطبق وتفصصيه وترصي طبعا في طبق. وملحوظه برضو ان انتي تهدي النار خالص الشمعة، عشان الكحك يبقى متحمص من جوه ومن بره، ما ياخدش بقى لون من بره وينشف ويفضل من جوه طري. شايفين المكنة طبعا الحلوة دي، مكنة البسكوت. وده القمع طبعا اللي هو طالع، بتحط فيه تقطع فيه الكحك، يعني بدل ما تبرمي على ايدك وتاخدي وقت والكلام ده كله. القمع ده جميل جدا وحلو خالص. يا دوب بتحطي العجينة وتدويرها سهل وبسيط، يعني مش محتاج ان العجينة بتكون طرية، تنزل بكل سهولة منك. بصراحة ريحنا خالص، والكحك زي ما انتم شايفين طالع كله احجام واحدة وجميل جدا، وهش من جوا كده زي ما انتم شايفين خالص، جميل جدا. يا ريت كلنا ندور على القمع ده ونجيبه. ما تنسوش يا جماعة اللايك. مع السلامة.